أعزائي المشاهدين، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. العقل السليم في الجسم السليم، صحتك في أكلتك، كلها حاجات وبإن احنا بنتكلم فيها من زمان، لكن احنا بنرجع ونؤكد على أهمية الغذاء المثالي والمتوازن. وسعدني تكون ضيفتي في هذه الفقرة دكتورة نرمين مقبل، استشاري التغذية العلاجية والسمنة. منوراني يا دكتورة نرمين. أهلا وسهلا بك. بداية عشان أعمل أكل متوازن، بعيدا عن أن أنا أخس أتخن الكلام من، لا طبعا مش عايزة أتخن يعني بداية يعني ان انا اعمل غذاء متوازن، اعمله ازاي؟ او اختياراتي لنوعيه او عناصر هذا الغذاء ايه؟ اوكي، انا كأم في البيت اهم حاجه او كلمه السر عندي اللي انا هشتغل بيها في البيت من ناحيه التغذيه هو ان انا يبقى عندي كل حاجه. يعني ما خليش ان تركيزي على الكربوهيدرات بس او على البروتينز بس او مثلا على اللبن. يعني في بعض خطأ كده بتقع فيه الامهات ان هم يركزوا على اللبن ويدوا للاطفال وما بيهتموش بالبروتين، فبيطلع الطفل بعد كده عنده انيميا. انا لازم اركز انه كل حاجه بتوصل للطفل عندي، او كل العناصر الغذائيه او انا ليا شخصيا. يعني حتى الدهون كمان، الدهون يعني هتبقى مهمه لو دهون صحيه، كربوهيدرات، بروتين، ميه، فواكه وخضار، كل ده انا لازم اخده. وكمان كل يوم لازم اخد كل الحاجات دي، لانه انا عندي احتياجات للجسم لازم تسدد من فيتامينز، من يعني مصدر للطاقه لازم يقومني. يعني كل يوم انا محتاجه اخد كل هذا التنوع. طيب انا يعني الاسعار في بلدنا وكل دول العالم مرتفعه، فاحنا بنبقى دايما بندور على البدائل بالنسبه فيما يتعلق بالبروتين على وجه التحديد. فايه هي البدائل اللي ممكن نستخدمها وتعوض وتدي للجسم القيمه الغذائيه اللي بيديها البروتين؟ اوكي، البروتين يمكن الناس فاهمه انه البروتين ده لحمه وفراخ بس. أيوة. لا، هو مش لحمه وفراخ، سمك. هو في وسمك. اوكي. في حاجه اسمها بروتين نباتي. ايوه، بننساه. البروتين النباتي اللي هو الفول، العدس، أيوة، اللوبيا، الفاصوليا، الحاجات دي كلها يعني اقدر استعيد. يعني حتى الصيام عند المسيحيين ان هم بيسحبوا البروتين الحيواني وبيكون في بروتين نباتي. كمان الناس المفروض ان كل ما اكبر في السن كل ما قل البروتين الحيواني في الانتيك. قصدك ايه اكبر يعني في السن؟ كل ما يكبر في السن. لا اصل هي مش قصدها يعني عشان بس الحد يكون بيفتح التلفزيون وقت يقول كل ما لا اكبر في السن. كل ما انا اكبر في السن ده انت جميل. ربنا يخليكي. اقلل بروتيني الحيواني لانه بيزود عندي الدهون الثلاثيه والكوليسترول، وازود بروتين نباتي. فانه شويه ارتفاع الاسعار لو هو عامل للناس ازمه، لا يا جماعه. يعني عايزه اقول لكم كمان انه لو انا اخدت بيض في اليوم ممكن ما اخدش لحمه وفراخ بجد. وشويه المصريين برضو عندهم شره قوي 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 في موضوع اللحمه والفراخ ده بصراحه. وده غلط. بس الواحد لما بيكبر في السن الحاجات دي بتتراجع شويه، ما بيبقاش عنده نفس الشهيه ليها. بس بقصد انه شويه احنا بالنسبه لنا انه لازم اكل لحمه وفراخ او بروتين حيواني عشان احس انه انا اكلت ان انا كده تمام. لا، البروتين النباتي هو كمان مهم، وينفع ان انا اشيل البروتين الحيواني واحط بداله بروتين نباتي. في الصعيد بيحبوا اللحمه تبقى في الاخر، ده بيتحل ده لازم. مش كده؟ ده لازم. ما انا ده في الصعيد ده لازم. مش كده؟ حضرتك اسيوط؟ ده اسيوط احسن ناس. كل محافظات مصر فوق دماغي. ربنا يخليك. طيب احنا لما نيجي نعمل بقى دايت، هنعمل دايت اهو. قولي لي انت مش محتاجه دايت، قولي لي انت مش محتاجه دايت، جامليني. لا، مش محتاجين كلنا. لا، جامليني ماشي. لما تيجي مثلا الدكتور او دكتوره التغذيه تقول ايه ثمره فاكهه، يعني اكل بطيخايه مثلا؟ لا اكيد دي ثمره. لا اكيد مش دي ثمره. لا اكيد. هي الدكتوره بتقول لك هي عايزه حصه واحده او حصتين او 3 فواكه. طب اعمل ايه في المانجا واحنا في موسم المانجا؟ ما هو ده بقى يعني اخد منها ايه؟ ثمره؟ خدي منها ثمره بس اشمها بقى في ما هو بصي المانجا كمان هي مفيده وكل حاجه وفيها فيتامين سي وفيتامينز ومينرالز حلوين، بس كمان عندها املاح عاليه. فلو حد عنده مشكله في الكلى او بيعاني من الضغط يخلي باله قوي في اكل المانجا يعني. طب لو احنا بنعمل دايت احنا نبتدي يومنا ازاي؟ في بعض الناس، وده انا عايزه اسال حضرتك بقى، فرصه ان حضرتك موجود، يقول لك اشربي كوبايه ميه دافيه الصبح على الريق، وحد تاني يقول لك لا كوبايه ميه فيها اللي هو
ديتوكس اللي هو سلايدز ليمون وخيار ونعناع واشربيها على الصبح. في ناس تقول لك لا الميه تبقى فتره، في ما يقول لك لا ما تشربيهاش عشان ما تعملكيش نوزيا. طب اعمل ايه؟ اشرب الميه الاول ولا اشربها هقول لك هو شرب الميه، بس عشان في معلومه شويه يعني انا بتضايق كل ما اشوفها. ارجوكي من عشان كده انا معلومه كل الناس حافظينها ان انا لازم اشرب 3 لتر ميه في اليوم. لا دي معلومه غلط. على فكره انا على الفيسبوك من كام يوم في واحده كانت عطشانه قوي وشربت ميه بكميه كبيره جدا، حصل لها تسمم مائي، وده انا كان اول مره اسمع عنه. اخذت اكتر ازاز 3 ازايز 500 جرام ملي جرام، فده عمل لها اتوفت بعديها لان حصل لها تسمم مائي. انا كنت اول مره اسمع على كلمه التسمم المائي. ايوه هو الصح في الاول ان انا اعرف انا احتياجات جسمي قد ايه للميه. يعني انا مثلا 57 كيلو اوكي، 57 كيلو ما شاء الله، في حد 57 كيلو هضربهم في 30 ملي كل كيلو. انا باخد قدامه 30 ملي، فانا احتياج جسمي انا شخصيا لا يتعدى ال 2 لتر. 2 لتر الا 2 لتر الا. بس انا ممكن اقول كده تيبس، يعني ممكن الواحد يستخدمها في البيت، مش لازم حد متخصص. حبه كده يعني معلومات يعني بسيطه كده نقول حبه كده حركه نعملها في البيت. أرجوكي. انه لو انت شخص بتعاني من جفاف فم او جفاف الجلد سكن البشره، او لقيت لون البول غامق او ريحته قويه، كل ده لو انا طبعا باخدش ادويه او اي حاجه اختلفت في يومي، لو لقيت الحاجات دي حصلت يبقى انا محتاج ازود ميه في يومي. مش لازم ناس تضرب يعني الجسم بيديك اشارات يقول لك انا محتاج ميه، اسقيني ميه. بالظبط. انا في حاله جفاف وانت لازم تزود الميه في اليوم. وبعدين في حاجه تانية برضه، في ناس بتشرب الميه مشروبات سخنه زي مثلا الكافيين، الحاجات اللي بتبقى مشروبات يعني منبهه. للاسف ان المشروبات دي هي بتعمل كمدره للبول في الناحيه. فانا اللي باخده هنا بضيعه فوقيه كمان. يعني اشرب ميه على الريق ولا ما اشربش ميه على الريق؟ اشربي ميه على الريق. سخنه ولا ساقعه؟ لو سخنه ما تحطيش عليها ليمون، لانه الليمون الفيتامين سي اللي فيه بيبوظ بالحراره. فاشربي ميه على الريق. ويستحسن لو حد عايز يعمل دايت، عشان ارجع برضو لسؤالك، حد عايز يعمل دايت مش بتبصلي حد مش موجود معانا ان هو ياخد الميه قبل كل وجبه، يقسم نفسه ياخد قبل كل وجبه وبعد كل وجبه. فانت كده خلاص انت يعني ماشيه بمنبه بالارم انه انا هاخد ميه دلوقتي. وزي ما حضرتك برضو قلتي انه ما تبقاش كميه كبيره مره واحده، لا تبقى يعني عدد مرات. ده سنة على الرسول عليه الصلاه والسلام ان احنا بنشرب الميه على 3 مرات بايدينا اليمين وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي حتى التدريج ما نشربش كميه كبيره خالص، لانه ده فعلا هيضيع لي كل املاح الجسم فجاه، ممكن يحصل لي هبوط ويعني تحصل مشاكل. يعني احنا في غنى عنها. طبعا. احنا في الصيف شهيتنا مش زي الشتاء ده جميل. الشتاء ده جميل ما علينا، محب الصيف يعني. في الصيف بتبقى الشهيه مش قوي، وبتبقى بنميل ان احنا ناكل فاكهه والبطيخ وجبنه ومش عارفه ناكل ايه. عدم التوازن هنا برضو بيؤدي ان الجسم بنفتكر ان احنا كده هنخس، لكن احنا ما بنخسش. ده حقيقي. انه ساعات الدايتس شويه الترندي اللي طالعه دلوقتي انه يركز على حاجه معينه بس في الدايت بتاعي، زي مثلا فاكهه بس او بروتين بس، او اقلل الكربوهيدرات خالص. الحاجات دي ممكن نعملها مع دكتور التغذيه، لانه هو بيبقى عارف هو هيقعد قد ايه فتره في النظام ده ويلحقك تاني يزود لك الحاجات اللي نقصتك. لكن انا اعملها مع نفسي في البيت لا، ما ينفعش. لانه انا بدخل جسمي بديله فيتامينز بالفاكهه وميه تمام، بس طب فين احتياج البروتين؟ مش موجود في اليوم. زي ما حضرتك كنتي بتقولي الاكله المتعارف عليها ساندوتش الجبنه والبطيخ. ايوه. فين البروتين؟ في شويه في الجبنه، بس لازم اتاكد ان انا خدت احتياج البروتين بتاعي في اليوم. ممكن كده. لو الناس اللي بتحب بقى الورقه والقلم ممكن برضو تضرب 0.8 في عدد في الوزن اللي هم مثلا 57 عشان يدينا احتياجنا. طب احنا احتياج الجسم بالدهون، هل المواد الدهنيه اللي احنا بنستخدمها في الاكل في المطبخ هي دي بتبقى العوض للدهون اللي داخله لينا، ولا المفروض الدهون بنجيبها ازاي؟ خصوصا الناس اللي يعني مثلا لولبي يعني شفتي لولبي. انا جبت كده بس حبيت اقول لك يعني الدهون الحقيقه ان الدهون نوعين. نوع انا لازم اتجنبه،
ونوع انا لازم احرص ان هو يبقى موجود في يومي. تمام. برضو حبة تبس لستات البيوت، بدل ما نحفظ اي حاجة تبقى مجمدة في درجة الحرارة الغرفة اللي هي 25، هي دي نبعد عنها. اوكي تمام. هتبقى دهون او زيوت مهدرجه، فدي نبعد عنها. اي حاجه سايله، طبعا احنا في الحر اللي احنا فيه ده كل حاجه سايله، احنا سايلين وكل حاجه سايله كانها في الشتاء، يعني كانها في الشتاء. اي حاجه بتبقى سايله في الشتاء زي زيت الذره، زيت الزيتون، زيت عباد الشمس. الدهون اللي في الاسماك كمان صحيه جدا، بناخد اوميجا 3 واوميجا 6، فالمكسرات الدهون اللي فيها صحيه جدا. وبرده في نوع ترند كده طالع بالدايت اللي هو الكيتو، انه بيزود دهون قوي مع البروتين. ده يستحسن انه لو نعمله مع حد متخصص، لانه في ناس بتعيش بقى اللايف ستايل بتاعها بيبقى كده، بنسحب الكارب ويزود لي دهون وبروتين. ايوه اللي هو بقى ده ما ينفعش بقى. لا وبعدين نظام الاتك ومش الاتك بالظبط. لانه انا كده بحمل على الكبد والكلى فوق حمله، وبعدين بيرجع الموضوع الوزن لو هو اللي نقصه بيرجع بشده. بالظبط هو ما بيعرفش يهندل الدنيا. فالحاجات اللي مش كل حاجه اشوفها على الفيسبوك او اشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي اروح اعملها في البيت مع نفسي. غير برنامجنا بس، غير برنامجنا احنا لا يعني حد يبقى معايا فاهم هو بيعمل ايه. فبدل ما ادخل في امراض قلب كمان، الدهون دي بتدخلني في تصلب شرايين، بتدخلني في انه الكبد يبقى فيه دهون على الكبد لو حضرتك بتسمعي الجمله دي يعني. فلا كتر الدهون بصراحه. طيب النشويات والكربوهيدرات المفروض ان احنا يعني بنقننها ونبعد عن الثلاثه اللي هم السموم البيضاء. اللي هو دي سكر ملح، صح؟ ده مش حقيقي كده؟ ده حقيقي. كل ما هو ابيض نبعد عنه بالظبط يعني. لانه هو كمان ما فيهوش اي قيمه غذائيه. ايوه بالظبط يعني كده. هو الفكره انه انا ممكن امتنع عنه، هي دي الحاجات اللي انا ممكن امتنع عنها، اللي هي عكس الرول اللي احنا حطيناها في اول كلامنا ان احنا ما نمتنعش، ان احنا لازم ما نمتنعش عن حاجه خالص ولازم يبقى فيه تنوع. لا الثلاث حاجات دول انا ممكن امتنع عنهم وهبقى هيلثي اكتر. السموم البيضاء. السموم البيضاء الثلاثه اللي حضرتك قلتيهم دول. طيب يعني اكل عيش شامي ولا اكل عيش بلدي ولا اكل عيش كامل الحبوب الكامله؟ ما الرده ده بيقعد بقى يعمل الدنيا كده وتبقى الدنيا عندي رده. بس انا هقول لك هي شويه الرده كمان فيها يعني الياف او فايبرز. لو حد بيعاني من الامساك العيش البلدي هو اسلم حل معاه. او كمان ممكن يبقى نقص ميه على فكره برضو، يعني ممكن تبقى صاين ان انا جسمي محتاج ترطيب. لازم اخد الكربوهيدرات بتاعتي. انا برضو ضد انه انا امشي على نظام اللو كارب ده اللي هو بنقلل فيه الكربوهيدرات خالص عشان اخس ويبقى فتره طويله. ليه؟ لان انا بحمل على جسمي ان انا اخد بروتين اكتر واخد دهون اكتر، اللي احنا قلنا لو زادوا في الجسم هيحصل ايه. فانا برجح يعني او بحب اكتر انه احنا نظام السعرات وتنظيم الهرمونات بتاعه الجوع اكتر في الدايت. ده بيبقى حاجه حتى بعد ما الحاله تسيبني او توقف متابعه هي خلاص عارفه هتعمل ايه، هي اتعودت خلاص. طب الحلويات بقى نعمل فيها ايه؟ الحلويات ايوه والشوكليت. لا الشوكليت ممكن ما تقوليليش دارك شوكليت. ليه؟ ناخد دارك حلو لطيف يعني الناس بتحب الدارك شوكليت مع احترامي ليها يعني، بس انا هجاوبك يعني في موضوع الحلويات. هجاوبك في موضوع الحلويات ده. بصي برضو في حاجه انا بميل ان انا امشي صح وابقى هيلسي، بس لازم اتفهم انه انا انسان فليا اخطائي. اخطائي مش لايف ستايل. يعني ممكن مره اخد ايس كريم، لا مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، لا كده احنا بنعك كده احنا بنعك. ف يعني انا لازم كانسان افهم ان انا مش طول الوقت همشي على مسطره. انا ممكن يعني ممكن الخبط، ممكن اطلع اكل مع ناس صحابي جانك فود وفاست فود مره، لكن ما يبقاش مرة كل يوم. في السنة يعني؟ لا لا مش كل اسبوع برضو كتير، يعني مرة كل شهر. مرة كل شهر. تمام. لا يعني ده يعني مش لازم امشي بالورقة والقلم قوي، لانه ساعات الناس لما بتمشي بالورقة والقلم قوي بتزهق.
فبترمي كل حاجه. صح. خلاص بقى انا مش هكمل، انا مش هعرف اكمل. طيب ولادنا اللي بعض الامهات بيبقى ضغط الشغل وضغط الحياه بتستسهل في حاجات فرايد تشيكن، ايا كان حاجه فرايد ناجتس ايا كان، مع طبق المكرونه الشهير، وحتى كمان ما بتحطش جنبيهم سلطه. ما دي كارثه بصراحه. يعني دي كارثه. يعني في حاجات تانية ممكن تبقى يعني سريعه وسهله وممكن وهيلثي. بالظبط. في دلوقتي اللي هي ان انا اقدر الاير فراير، ان انا اقدر اخد الحاجات المحمره من غير دهون، من غير اي دهون. فده ممكن يبقى صحي اكتر. وفي اوبشنز صدقيني تانية ممكن اعملها في البيت. يعني انا مثلا حد بيعمل للاطفال في البيت، بدل ما السناكس او احنا قاعدين قدام التلفزيون اجيب الحاجات اللي هي فيها مواد حافظه بتاعت بره من السوبر ماركت، المقرمشات، يعني اجي اعمل فشار في البيت. ونعمل فشار في البيت. فشار في البيت، حاجات بسيطه زي ما حضرتك قلتي، وتابس بسيطه جدا ممكن بيها نحافظ على جسمنا وجسم اولادنا. انا بشكر ضيفتي الكريمه الجميله دكتوره نرمين مقبل، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه. نورتيني. ميرسي، شكرا ليك. اعزائي المشاهدين، بكده خلصنا فقرات زينه، لكن الاستوديو بسيبه لزميلتي العزيزه دعاء عبد المجيد وطعم البيوت.